لو انت نزلت من عند نسخه واتساب الايفون فاكيد طلبت منك ابديت، فانا جايب لك التحديث في الفيديو ده يا صاحبي، واعلمك ازاي تثبته على النسخه اللي عندك عشان المحادثات ما تتمسحش. يعني لو المحادثات اتمسحت انت اكيد هتزعل مني، عشان انا قلت لكم كل تحديث انا هنزله. فاوريدي انا نزلت لكم التحديث دوت، فكل اللي انا عايزه منك هتعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد هتشترك في القناه، واهم حاجه بقى صاحبي هتفعل جرس القناه تعمله الكل، عشان كل شهر او كل اسبوع بتطلب ابديت وانا بنزله. وهنشرح دلوقتي المميزات الجديده اللي في النسخه، واقول لك ازاي تعمل ايموجي الايفون وخط الايفون. فاعمل لايك للفيديو ويلا بينا على الشرح. اول حاجه كده اخواتي، زي ما انتم شايفين النسخه تفتح معاك بالواجهه دي كده. اولا كده انا ما شفتش حاجات كتير اتغيرت فيها، يعني حاجات بسيطه خالص. لو دخلنا على اعدادات عشان نعمل خط الايفون، كل اللي عليك بتضغط على كلمه خيارات، بعد كده بتضغط على كلمه الحمايه والخصوصيه. زي ما انت شايف كده عندك عرض الرسائل المحرره دي جديده، عندك مشاهده الوقت دي جديده برده، اخفاء خير زور طبعا دي كلنا عارفينها لو انت عايز تعمل اخفاء خير زور. لو جينا بقى صاحبي نعمل النسخه دي لخط الايفون، كل اللي عليك هتضغط على كلمه الكل، وعندك هنا كلمه الستايل تغيير نوع الخط. هتعمل تغيير نوع الخط هتعمله ايفون اللي هو الايسو ده صاحبي. بعد كده اللي هو اي او اس تمام. بعد كده صاحبي تضغط على كلمه الايموجي وتعملها ايفون اللي هي تاني واحده. بعد ما تعملها ايفون بقى صاحبي عندك اعدادات كتير قوي في النسخه، لكن انا مش عايز اطول الشرح وكده. وطبعا لينك النسخه صاحبي هتلاقيه متثبت في اول تعليق او هتلاقيه في الوصف، هتحملها عادي جدا هتنزل معاك، وطريقه التحميل هتلاقيها في الفيديو برده المثبت في الوصف. فما تنساش بقى تعمل لي لايك، وبالتوفيق للجميع.